سؤال: ازاي احافظ على الصلاة علشان بكسل عنها؟ واحد، اسأل نفسك انت بتصلي ليه؟ طبعا الاجابة علشان ربنا سبحانه وتعالى يستحق العبادة وربنا فرضها علينا. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت مخلوق عشان تعبد ربنا وربنا فرضها عليك، واجب عليك انك تحافظ عليها. اتنين، الصلاة تمسح ذنوبك وتريح قلبك. زي ما احنا عارفين ان الحسنات تمسح السيئات. قال الله تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات. والصلاة من اعظم الحسنات وتريح قلبك. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة من أعظم الذكر. طبعا كلنا عايزين السيئات اللي احنا عملناها تكون حسنات، وطبعا كلنا عايزين قلوبنا تكون مرتاحة ومطمئنة وأمورنا متيسرة وربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا. يبقى نحافظ على الصلاة وما نكسلش عنها. 3، الحفاظ على الصلاة يدخلك الجنة. قال حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر عمله، وإن فسدت فسدت سائر عمله. حفاظك على الصلاة يدخلك الجنة إن شاء الله. ومين فينا مش عايز يدخل الجنة؟ طبعا كلنا عايزين ندخل الجنة. يبقى نحافظ على الصلاة ونخليها أهم من الأكل والشرب. وقول الدعاء ده دايما: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دول 3 حاجات وأتمنى تستفادوا منهم، واعملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وشيروا الفيديو عشان يكون في ميزان حسناتكم. بحبكم في الله.